حلقة جديدة من حلقات جريدة أنباء الشرق الأوسط الدولية مع سيادة النائب محمد الصمودي عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وفوة ومطوبس للحديث عن الدور التشريعي لحضرته في مجلس النواب ومركز جسور للدراسات الاستراتيجية التي أقامت تحليل عن أداء النواب في مجلس النواب خلال الفترة الماضية من مجلس النواب. سيادة النائب محمد الصمودي، أهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. في الفترة الماضية أقام مركز جسور للدراسات الاستراتيجية عن دور وتحليل الدور الرقابي لأعضاء البرلمان. حدثنا حضرتك عن هذا الدور وتقديم كل ما هو مفيد للمواطن ويفيد للعامة في هذا الدور الرقابي والتشريعي للنواب. طبعا سيادتك هو مركز جسور ده مختص بالأعمال البرلمانية، قام بإعداد تقرير عن أداء البرلمان ككل وأداء النواب بصفة فردية في البرلمان، والحمد لله إن احنا حصلنا على المركز الثاني تقريبا في جميع التقييمات لاستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية في هذا البرلمان، ويمكن ده بفضل ربنا وبفضل دعم الناس لنا. وطبعا استخدمنا يعني من أكثر النواب استخدام الأدوات الرقابية، سواء طلبات إحاطة أو اقتراح برغبة أو تقديم أسئلة أو طلبات مناقشة عامة. وسيادتك طبعا دي بيكون لها دور كبير في تفعيل الأداء وتقديم الرقابة على الأداء الحكومي. وطبعا سيادتك بالنسبة للقوانين ومشروعات القوانين، الحمد لله وبفضل الله كان لنا تعديلات كثيرة جدا في بعض المواد القوانين الواردة من الحكومة، ويمكن على مواقع التواصل الاجتماعي كنا بننشر هذه الفيديوهات. والحمد لله ان احنا تقدمنا بعدد 2 مشروع قانون خلال هذه الدورة البرلمانية. قانون يخص تعاونيات الثروة المائية من أجل خدمة الصيادين، أهلنا الصيادين في المنطقة. والقانون الثاني تقنين أو أملاك الدولة الخاصة، لأن طبعا سيادتك موضوع التقنين ده الفكرة جت سيادتك من إيه؟ من قانون التصالح. إن لما جاي يطبق قانون التصالح اللي تم إصداره وجدنا إن تم تقديم 2,800,000 طلب، لم يتم التصالح سوى 350,000 طلب فقط. ده السبب. ما رجعنا للأسباب فلقيت من ضمن أهم الأسباب هي إن جهة الولاية، إن معظم بعض الأملاك المباني اللي قام الأهالي بإنشائها يقع بعدها على أرض أملاك دولة خاصة. وطبعا التقنين تم إيقافه من سنة 2018، فاحنا عملنا مشروع قانون وتم مناقشته في لجنة الإدارة المحلية، وبإذن الله يخرج للنور قريبا. وهذا القانون هيكون له دور كبير بإذن الله في التصالح اللي جاي إن شاء الله. وطبعا هذا القانون بيراعي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي للمواطن وضع اليد على أرض أملاك الدولة، وبيتيح برضه عمليات التقسيط، ان يتم تقسيط الارض للناس اللي هي الغير قادره ومحدودي الدخل، ويتم تحديد الاسعار بمعرفه لجان مشكله في داخل كل محافظه على حده. وهذه اللجان سوف تراعي الوضع المكاني للموقع الجغرافي الخاص بهذه القطع لإمكان تقنينها وتمليكها المواطنين. هذا القانون هيعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة، لأنه يدخل إيرادات للدولة، ويعود بالنفع على المواطن، هيكون مقيم وآمن ومستقر، وهيساعد المواطن في تقديم التصالح. وطبعا قانون التصالح دخل المجلس الفترة الأخيرة وتم إعادته مرة أخرى للحكومة لوجود بعض الملاحظات، وخلينا بعض الملاحظات عليه. وبالفعل الحكومة بدأت تستجيب وبدأت تعيد دراسة هذه التعديلات، وسيتم إدخاله في القريب العاجل بإذن الله. طبعا سيادتك عندنا الأدوات الرقابية، الحمد لله يعني احنا دايما متواجدين في استخدام الأدوات الرقابية. وزي ما قلنا لسيادتك زي ما مركز الدراسات قال ان احنا من أكثر النواب استخداما للأدوات الرقابية في المجلس. يمكن الأداة اللي احنا ما استخدمناهاش هي الاستجواب، رغم ان تقدمت بعديد من الاستجوابات ولكنها لم تدرك في الجلسة العامة، ولكن أدرك لنا العديد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الأسئلة وطلبات الإحاطة.
وتم الموافقة على عديد من الاقتراحات برغبة التي قدمنا بها بناء عن طلبات المواطنين. واحنا بنحاول ان احنا نكون صوت المواطن تحت قبة البرلمان، نصل للحكومة ولجميع أجهزة الدولة المعنية ما يشعر به المواطن، وبنفعل دورنا في أداء الملاحظات على الأداء الحكومي. وطبعا سيادتك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومناقشة الموازنة العامة للدولة، الحمد لله كان لنا دور كبير في هذه المناقشات، وجميع الفيديوهات منشورة على المواقع، ممكن لأي حد إن هو يسمعها ويشوف، وهو تحليلنا ومناقشتنا للموازنة العامة وبنودها والمواد اللي تخص دعم المواطن وتقديم المنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين البسطاء والمواطنين محدودي الدخل، ودعم الفئات الفقيرة، ودعم الموظفين، ودعم التموين. وطبعا كان لنا تحفظات على موضوع الاقتراض والتوسع في الاقتراض، وبنطالب بتحجيم الاقتراض في الفترة القادمة حتى يمكن العمل على النهوض بالدولة. وطبعا مش هننكر ان في مشروعات كبيرة ومشروعات عملاقة بتقوم بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وتوسيع الرقعة الزراعية والبنية الأساسية، ومشروع حياة كريمة، وإصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع تشكى الخير، والعديد من المشروعات اللي بتقوم بها الدولة في الفترات الأخيرة. ولكن احنا بنأمل بزيادة وتفعيل دور الحكومة في الفترة القادمة بإذن الله من أجل تحسين الوضع الاقتصادي. شكرا محمد بيه الصمودي عضو مجلس النواب، وشكرا لكل أعضاء البرلمان الذين شاركوا في خدمة المواطن. كان معكم سمير أبو السعود، جريدة أنباء الشرق الأوسط الدولية.